شركة انتوباك للصناعات الهندسية والتأليف الحديث قدم لكم النهاردة ماكينة تعبئة الأعشاب والشاي في داخل باكيتات. الماكينة اللي عندنا النهاردة ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، بتشتغل بكهرباء البيت العادية 220، ما بتحتاجش أي عمالة مدربة وما بتحتاجش تجهيزات في الكهرباء. الماكينة اللي عندي النهاردة بتعبي لي الأعشاب المختلفة داخل باكيتات زي باكيتات الشاي زي ما انتم شايفين، وكمان بتعبيها في كيس خارجي عشان تحفظها لنا أكتر وتدينا أمان مع المنتج بتاعنا. النهارده احنا شغالين بنعبي على المكنه بتاعتنا منتج بردقوش للتخسيس. هنبدا نعبي المنتج بتاعنا النهارده على المكنه ونوري حضراتكم طريقه التشغيل بتاعتها وتجربه عمليه عليها. اول حاجه عندي دي الشاشه او اللوحه الرئيسيه للتحكم في المكنه بتاعتي، شغاله عن طريق التاتش زي ما شفنا دلوقتي. بقدر احدد من خلالها اعدادات كتير زي حجم الكيس الداخلي وحجم الكيس الخارجي، سرعه المكنه، واعدادات تانية. بعد كده عندي عدادات الحرارة بظبطهم على حسب الخامات اللي أنا بستخدمها في التعبئة، وعندي هنا زرار للطوارئ بيفصل المكنة بالكامل، وزرار لتشغيل المكنة. طبعا بنحتاج كمبرسور هواء مع المكنة عشان نقدر نشغلها، ده بيكون المدخل بتاعه زي ما احنا شايفين. هنبدأ نعمل التجربة العملية بتاعتنا على المكنة. ندوس على زرار ستارت زي ما قلنا اللي بيشغل المكنة بتاعتنا زي ما شايفين. نبدأ المكنة او اليد تنقل الباكيتات عشان تتعبى داخل الكيس النهائي، كيس السيلفر الخارجي زي ما انتم شايفين. ده بيكون شكله، طبعا بيكون جواه الباكيت بتاعنا اللي بتعبي بالاعشاب. المكنه سهله بسيطه الاستخدام، سريعه في شغلها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا مجرد ما بتعبي بتبدا تنزل على السير بتاعنا وتسحب الكيس او الاكياس بتاعتي على المكان اللي انا بجمع فيه الباكيتات. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، ما بتحتاجش أي عمالة مدربة، ما بتحتاجش أي تجهيزات في الكهرباء ولا أي تجهيزات صناعية. زي ما حضرتك شفتوا شغلنا المكنة مع بعض. ماكينة تعبئة الأعشاب المختلفة مقدمة لكم من شركة انتوباك للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. كان معكم أدهم محمد.